وأرجو ألا نؤجج الفتنة كي يستغلها البعض، حيث أن لهذا التيار أنصار ولهذا التيار أنصار، ولكن التيارين الآن يواجهان عدوا أكبر. وإحنا عارفين كويس جدا أنه يمكن، وأنا أول مرة أقول الكلام ده، يمكن من يناصر مبارك يسمعني الآن، ومن هم يناصروا الثورة ضد مبارك يسمعوني الآن، لكنهم الآن يشتركان في حرب ضد الإخوان المسلمين. فلنرتضي بحكم القضاء، وعلينا أن نقف صفا مرة أخرى حتى نستطيع أن نواجه عدوا، ولنرضى بحكم القضاء، ولا يجوز لأي منا أن ينصب نفسه محكمة أعلى من القضاء. علينا ألا نبالغ في الإفراط في إهانة أشخاص أو نضيع حق أشخاص، لكن علينا أن نصطف وفورا وسريعا بعد هذا الحكم كي نواجه خطرا أكبر وهو خطر الإخوان. صحيح. طب أستاذ خالد، يعني كنت بقول إنه هذا الحكم ليس حكما على عصر مبارك، هذا الحكم ليس حكما لا على إفساد التعليم ولا الصحة ولا الأحوال ولا ده خالص، هذا حكم على الأوراق وشهود الإثبات والنفي والتهم اللي أمام المستشار الرشيدي. هل هذا دقيق؟ هذا 100% دقيق بكل كلمة. يعني شوفي حضرتك اخترتي حتى كلمات في منتهى الدقة، قلت أنه حكم، لم تقولي حتى عن جرائم محددة، ولكن قلت في داخل الجرائم عن أوراق وأدلة. نعم، يعني حتى الجريمة الواحدة قد تكون النيابة العامة قدمت 80% فلم يقنع القاضي. إذا فيما هو في حدود الأوراق وفيما هو في حدود الأدلة، نفس اللفظين اللي حضرتك استخدمتيهم. لا يوجد إطلاقا ما يسمى بمحاكمات عن عصر، هذا ليس في القانون، هذا في وجدان الشعب. حضرتك كمواطنة مصرية تقيمي هذا الرئيس، وأنا كمواطن مصري أقيمه وأقيم الرئيس الحالي وأقيم الرئيس الآتي وهكذا. لكن الحديث الآن نحن عن جرائم محددة بعينها وفق أدلة وشهادة شهود ينتقي منها القاضي ما يشاء ويترك منها ما يشاء. أما الحكم على عصر من العصور وأن إنسان يعني تولى قيادة البلاد فله ما له وعليه ما عليه، هذا يترك لكل المواطنين، كل منهم يرضى بهذا الحكم أو يقنن هذا الحكم وفق أهوائه أو وفق اتجاهه. وهذا أيضا ليس حكما على ثورة 25 يناير بوضوح، يعني هذا حكما نرجع تاني نقول على الورق اللي أداه أمام القاضي. 100% هذا الكلام صحيح. ثورة يناير 25 يناير هي ثورة بحكم الشعب المصري لأنه وافق عليها في الدستور، هي لا تحتاج إلى، لا يوجد أعلى من الدستور، الدستور هو أعلى قانون، وهي ثابتة في الدستور وهو أعلى من الشعب، حتى القاضي يحكم باسم الشعب. فإذا لا حكم محكمة ولا قاضي يستطيعان أن يحكم على ثورة 25 يناير، لأن الدستور والشعب هما من حكم عليها وأقر أنها ثورة في الدستور. وأيضا كلامك صحيح من الناحية العملية أنه ليس حكما على ثورة 25. وبالتالي إذا أدين مبارك فدي مش معناها أنها ثورة، وإذا برئ مبارك هي مش ثورة، مفيش حاجة اسمها كده. هي الثورة ثابتة في الدستور المصري. احنا بنتكلم عن حكم أمام القاضي، أوراق، شهود إثبات، شهود نفي، تهم واضحة وقناعات القاضي، هو ده الحكم في قضية واحدة. يعني في قضية اتهمها المشاركة في قتل المتظاهرين، الأمر بقتل المتظاهرين، الامتناع عن، يعني هو ده إطار الحكم وإطار القضية بالظبط. بالظبط كده. نحن لسنا بصدد ولا يمس إطلاقا الداعين أو الذين كانوا هم أنصار ثورة 25 يناير ولا يدير ثورتهم في شيء براءة مبارك الآن أو إدانته الآن أبدا. نحن بصدد وقائع ما هي إلا قليلة جدا عن فترة حكم. أيضا حتى نتحدث للجانب الآخر، من يتحدث عن مبارك لابد أن يتحدث عن ال5 سنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة مرورا بال30 سنة، فكل سنة من السنوات لها ما لها وعليها ما عليها. لكن في كل حال من الأحوال الجرائم المحددة الآن التي نحن ننظرها هي جرائم تتعلق بوقائع محددة ولا تتعلق بحكم مبارك على المطلق. لكن أنا أجد يعني أمانة على كل الإعلاميين، واسمحي لي أن أنا أقول كده، أننا بصدد فعلا موقف يعني لمبارك الآن أنصار في الشارع، وهذا أمر معروف، وكثير من من قاموا بثورة 25 يناير هم ضد مبارك ويتمنون إدانتهم الآن. لكني مرة أخرى أرجو أن تساعديني في ذلك أستاذ لميس، ألا نحاول أن نشق صف هو أهم بكثير جدا الآن في مواجهة خطر أكبر بكثير جدا. قد يكون نظام مبارك فاسد، وقد يكون نظام مبارك يعني أضاع على الشعب المصري كثير، لكن مبارك وللأمانة لم يكن خائن، ومبارك لم يكن خائنا مع عدوا أجنبيا مثلا، لكنه قد يكون خائنا لشعبه في أمور كثيرة. حان الوقت الآن كي نصف كلنا صفا واحدا
ونحترم حكم القضاء ايا ما كان، ومن ثم ننطلق لمواجهه عدو هو الاخطر في حد ذاته، لانه لم يكن يكترث اصلا بالدوله المصريه. سؤالي الاخير يا استاذ خالد، هل يعني في احكام بالبراءه هنا اوريدي في الجوله الاولى من المحاكمه كانت للمساعدين السته، كان في انقضاء دعوه، كان في براءه في الافساد المال العام، اشراك مع موظف اضرار بالمال العام. هل ممكن المحكمه تقضي باحكام اقصى ولا ده مفتوح؟ اقصى اقل خف ده مفتوح؟ تمام، زي ما حضرتك بتقولي بالضبط، المحكمه في كل تهمه من التهم، يعني حضرتك وضحتي قلتي ان هناك العديد من التهم داخل قضيتين هما جمعا للحكم فيهما اليوم. في كل من القضيتين في احكام حتى بالبراءه الغيابي واللي خدها حسين سالم. المحكمه تستطيع ان تعدل اي من هذه الاحكام. ليه بقى؟ لان النيابه والمتهمين قد طعن على الحكم. المتهمين اقصد هنا حبيب العدلي وحسني مبارك، لانهم هم اللذان تمت ادانتهم في القضيه. اما الاخرين فتمت براءتهم، ومن ثم من طعنت على البراءه هي النيابه العامه. وهنا يطلق يد المحكمه، تستطيع ان تدين من تشاء وتستطيع ان تبرئ من تشاء. الحقيقه القاضي الجنائي دائما هو يعني مطلق اليد، ووجدانه وحده هو الحكم. خلينا نقول في النهايه